رابع فيديو من سلسلة فيديوهات أكلة ب100. أكلة فيها لحوم مختلفة شوية عن الأكل التقليدي وفي نفس الوقت مش هتكلفك كتير. أهلا بكم في قناة مامي ريم وكرمة، مكملين مع بعض سلسلة فيديوهات أكلة ب100. يعني إيه أكلة ب100؟ يعني أكلة داخل فيها لحوم ب100 جنيه. بقولك هتجيبي إيه وبكام وتعملي بيه إيه. ده رابع فيديو من سلسلة فيديوهات أكلة ب100. أنا عاملة لكم قائمة تشغيل اسمها أكلة ب100، هتلاقي الفيديوهات موجودة فيها ورا بعض. تمام كده؟ يلا بينا نسمي الله ونشوف الفيديو مع بعض. أكلة ب100. تمام كده، ده الفيديو الرابع. طيب هتجيبي ايه بقى؟ هتجيبي نص كيلو فريك ب25 جنيه، وهتجيبي نص كيلو كبد وقوانص. كيلو الكبد والقوانص ب110، هتجيبي نص كيلو ب55 جنيه. هتجيبي نص كيلو بصل ب5 جنيه. هتجيبي كيلو بطاطس ب15 جنيه. الكيلو البطاطس ب12 ونص، فانت هتسيبي ب15 جنيه عشان تقفليهم 100. تمام كده؟ طيب هتعملي ايه بقى بالاكل ده؟ بصي، تاخدي نص كيلو الفريك ده تنقيه كويس جدا، بعدين هتحطيه في مصفى ده تكون ضيقه. لو ما عندكيش مصفى ضيقه والفريك هيقع منها، حطي شاشه، او لو عندك طرحه تل حطيها جوه المصفى واديله شطفه كده خفيفه، وبعدين انقليه في طبق غويط وانزلي عليه بميه مغليه وسيبيه على الاقل نص ساعه. كده تبقي انت نقعتي الفريك. تمام؟ هتسيبيه على جنب. بعدين هتشتغلي بقى في الكبد والقوانص. هتجيبي الكبد والقوانص هتغسليها بملح وليمون، وبعد كده هتجيبي حله فيها ميه ورشه خفيفه من الفلفل الاسود. اول ما الميه تسخن هتنزلي فيها بالقوانص، تسيبيها تغلي 10 دقائق. بعدين تحطي الكبده تغلي غلوتين، وبعدين تطفي وتصفيها من الميه بتاعتها دي وتديها شطفه كده تحت الحنفيه. تمام؟ طيب ليه الخطوه دي؟ الخطوه دي عشان الكبد والقوانص ما يبقاش فيها اي زفاره نهائي. جربي اللي بقولك عليه ده وهتدعي لي. وهتجيبي حله تحطي فيها سمنه على زيت، وتقطعي البصل ده او تضربيه في الكبه وتحطيه فيها يدبل. بعدين تقطعي القوانص لقطع صغيره، والكبده تقطعيها على 2 أو 3، تحطيهم مع البصل، وتحطي بقى كل التوابل اللي موجوده عندك. حطي عليها ملح، فلفل اسود، عندك بهارات لحمه حطيها. حطي كده على سن معلقه رشه قرفه، هتخلي لك ريحتها وطعمها في منتهى الجمال. واديها لسعه خفيفه كده. اول ما تاخد اللسعه بتاعتها دي هتجيبي الفريك المنقوع، هتصفي الميه بتاعته، وبعدين هتحطيه على الكبد والقوانص، هتديله تشويحه كده خفيفه على النار مع الكبد والقوانص دي، وبعدين هتنزلي عليه بميه مغليه. عيار الميه قد ايه؟ تبقى في نفس سوى الفريك، يعني تدلقي الميه المغليه وقلبي كده. اول ما تلاقي الميه على نفس مستوى الفريك كده، يبقى ده كده العيار المظبوط. اول ما يغلي معاكي، هو هيغلي على طول لان الميه حاطينها مغليه، وتغطي الحله وتهدي النار وتسيبي الفريك يستوي، وبعدين هتطلعيه تقدميه. تعملي جنبه ايه؟ هتجيبي البطاطس دي هتغسليها كويس جدا، لو عندك ليفه او عندك فرشه مخصصه للخضار اغسليها بيها تحت الميه لحد ما تنضف تماما. بعدين هتقطعي كل بطاطسايه، يعني انت تجيبي البطاطس تكون وسط شويه، هتقطعيها 4/4 وتحطي عليها رشه زيت وملح وفلفل اسود وكمون وكزبره، بهارات لحمه، بابريكا، وتقلبيها في بعض وتدخليها الفرن تتشوي. وبكده تكوني عملتي فريك بالكبد والقوانص وجنبيه بطاطس مشويه. تبقى اكله حلوه جدا وجديده. انا في سلسله الفيديوهات دي بحاول اديكم افكار لاكلات تكون جديده شويه. طبعا ناس كتير قوي بتزهق من الاكل التقليدي وتبقى عايزه افكار لاكلات جديده ومختلفه، وفي نفس الوقت ما تبقاش مكلفه قوي. فانا بحاول اعمل لكم سلسله الفيديوهات دي تبقى باكلات اقتصاديه وفي نفس الوقت داخل فيها لحوم، وتبقى اكلات جديده ومختلفه عن الاكل التقليدي اللي احنا بنعمله في بيوتنا. وبس كده، وكده اكون خلصت معاكم فيديو النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو استفدتم تنسوش لايك وشير سبسكرايب وفولو على حسب بتابعيني منين. اللي حابب اي ميزانيه يكتب لي في الكومنتات، باذن الله اعملها لكم في فيديو جديد. والسلام عليكم.